امها. قولي مميزاتها ايه؟ قولي يا ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا، ومعايا مبلغ محترم شغاله في التجاره. وبس مشكلته بقى العيوب بقى اللي فيه ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. واخدين بالكم معانا؟ فعلا ده عيب، هو وابوه. طبعا عايز اقول لكم كمية تنمر في الفيديو ده غير طبيعية. اول حاجة انا مش عارف انت ازاي منقبة، وازاي كمان بنتك طالعة جنب منك بالمنظر ده وبالشعر ده. فبجد يعني ربنا يكون في عونه لو كان اتجوز بنتك، يعني هو ربنا بيحبه ان هو اصلا ما كملش، اقسم بالله. ده اولا. ثانيا ربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم. وانت بسم الله ما شاء الله انت وبنتك في الفيديو ده نازلين تنمر ونازلين تريقة محدش صغير او عيل صغير يعملها. تاني حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها واصفر بذات الدين. يعني لو مفيش مال او مفيش جمال او مفيش حسب اللي هو النسب الكويس، اصفر بذات الدين اللي هو خدها متدينة. وبنتك بسم الله ما شاء الله ولا اصلا يعني عايز اقولك ولا ليها علاقة بالدين ولا ليها علاقة بالجمال، واحدة نص شعرها اصلا خارج بره، واحدة متنمرة. فبسم الله ما شاء الله عليكم، يعني انتوا نموذج غير مشرف بالمرة للدين الاسلامي وللمجتمع الاسلامي ده. غير كمان هتبقى ام داعية عليه اللي يفكر يخش البيت ده، اقسم بالله.